السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل بقى احلى صينية فراخ بالبطاطس على الطريقة القديمة، طريقة جدتي وجدتك. بجد كانت طالعة تحفة جدا وكان طعمها جبار وروعة. اتمنى يا رب تجربوها كده وتعجبكم. ولو اول مرة بقى بتشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين معايا كده البطاطس هنا كانت مستوية وماسكة نفسها، بس مستوية جدا مش مهرية يعني. والفراخ بقى كانت دايبة حرفيا، والله يا بنات كانت دايبة. هتشوفوا دلوقتي العظم بيطلع كده، عظمة الدبوس بتطلع بكل سهولة من وسط اللحم. وكانت بقى ريحتها ما اقولكوش، كانت قلب المطبخ عندي. زي ما انتوا شايفين كده كانت حلوة جدا جدا. اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ويلا نبدأ بسم الله. اول حاجة هنا عندي اوراق فراخ منضفاها كويس قوي وشايله منها اي زوائد دمويه واي حاجه كده غير مرغوب فيها عشان ما تعمليش اي زفاره. بعدين جبت ليمونه كده كبيره وبدات ان انا امسج بيها الوراك بتاعتي او ادلك بيها كده الوراك بتاعتي. واثناء ما انا بدلك بديها عصره كده عشان ينزل برضو عصير ليمون على الوراك. بتقضي بقى الليمونه دي على اي زفاره، او الليمون بشكل عام بيقضي على اي زفاره في الفراخ، وبتبقى ريحتها حلوه وما فيهاش اي ريحه زفاره. بصراحه ما بحطش ولا دقيق ولا اي حاجه تاني. عملت الكميه بتاعتي كلها هنا وركنتها على جنب. بعدين جبت بقى في الكبه بتاعتي بصلايه كده متوسطه وحطيت عليها معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كزبره، نص معلقه فلفل، كل دي طبعا معالق صغيره، وكمان بشرة جوز الطيب، وحطيت كمان نص معلقة صغيرة من الكمون زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام. و3 فصوص من الثوم. وابتديت ان انا افرمهم فرم ناعم جدا، عايزاها مفرومة ناعم جدا عشان احطها اتبل بيها الفراخ بتاعتي. تمام. جبتها كده بقى وبدأت ان انا اتبل الفراخ بتاعتي كده تحت الجلد وفوق الجلد زي ما انتوا شايفين. تمام. بجد دي الحركة دي بتفرق جدا في طعم الفراخ، وبتبقى كده ريحتها حلوة وانتي بتاكليها، ما بتبقاش فيها يعني اي ريحة حاجة غير مرغوب فيها تحبي ان انتي تاكليها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بحط البصل او خلطة البصل دي جوه الوراك. حابة طبعا ان انتي تفتحيها تقدري تفتحيها زي ما تحبي. عملت بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما انتي شايفة كده. بعدين هركنها كده شوية على جنب عشان تتبل وتاخد من طعم البصل. تمام. نيجي بقى للبطاطس بتاعتي. كان هنا جزء من تتبيلة الفراخ اتبقى اخدته، واخدت هنا بصلتين مقطعاهم جوانح، وكمان 4 فصوص من الثوم مقطعاهم شرايح، ونزلت عليهم بقى بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة كمون، وكمان نص معلقة فلفل اسود، ورشة جوز الطيب، وكمان كزبرة زي ما انتوا شايفين كده معايا. ادي الفلفل الاسود. بعدين هحط مكعب مرقة هفركه كده كويس، وبعدين هننزل بيه على خلطة الخضار بتاعتي، ورشة جوز الطيب طبعا بتدي ريحة حلوة قوي وبتفرق فعلا يا بنات. لو موجودة عندك تقدري تستخدميها، مش موجودة عادي جدا تقدري انك تستغني عنها زي ما انتوا شايفين كده معايا. هبتدي بقى ادعك البصل كويس قوي بالتوابل لغايه لما احس ريحه التوابل طلعت كده، وشميت ريحه التوابل والبصل نزل ميته زي ما انتوا شايفين. بعدين هنزل عليهم بقرنين فلفل رومي كده مقطعهم برضو شرايح، واديهم تقليبه خفيفه. بعدين هنزل عليهم هنا ده حوالي كيلو من البطاطس مقطعاها كده يعني نص دايره، بس يكون سمكها سميك شويه، ما تكونش رقيقه عشان ما تتهريش معايا في الفرن. واديها برضو تقليبه كده مع الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام. بعدين هركنها على جنب زي ما انتوا شايفين. هاجي بقى للفراخ بتاعتي. سخنت هنا صينيه على النار، على نار عاليه، وحطيت فيها معلقه سمنه ورشه من الملح، وبدات اشوح الوراك بتاعتي هنا.
طبعا انا ما بحبش انزل الوراك فوق صينيه الفراخ نيه، لاني ما بتعجبنيش بصراحه، بحسها يعني ايه، ريحتها مش احسن حاجه. فالحركه دي بتمنع تماما اي زفاره. بدي تشويحه كده للفراخ زي ما انتوا شايفين معايا، بديها كده لون ذهبي على الناحيتين، بتقفل المسام بتاعتها بحيث لما احطها على البطاطس ما تنزلش عليها اي زفاره، وما تعمليش كمان اي زفاره في الصينيه كلها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده معايا، على الناحيه دي وعلى الناحيه دي شويه، دقيقه كده ودقيقه على الناحيه التانية، لغايه لما بتاخد اللون الذهبي كده. بعدين بقى برفعها على صينيه او على طبق. تمام. طبعا اللي نزل في الصينية ده من البصل اللي موجود في الوراك بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا كل ده بهريز الفراخ اللي نزلت. هاخدها دلوقتي وهنزل عليها بالصلصة دي بقى، حوالي نص لتر من عصير الطماطم المتسبك. دي كانت عندي في الفريزر، ما عندكيش متسبك تقدري تحطي حوالي نص كيلو من الطماطم، تضربيهم في الخلاط، بعدين تحطيهم وتحطي عليهم، تحطيهم في بوله كده، تحطي عليهم معلقه صغيره سكر، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، وتديهم كده تقليبه. بعدين تنزلي بقى على مكان الفراخ كده بحيث تاخدي كل الطعم في الصلصه اللي هنسقي بيها صينيه البطاطس بتاعتنا. هزود كده حبة مية كمان مكان الصلصة، وهنزلهم على الصينية واسيبها كده تغلي غلوة. هنا كانت غلت غلوة، طبعا ظبطت الملح وكل حاجة. وهاخد بقى الصينية بتاعتي كده وهنزل بيها بخليط البطاطس اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين كده معايا. هديها تقليبة، ريحتها كانت حلوة جدا وهي لسه نية. هبتدي بقى ارص الوراك بتاعتي كده على الوش. ما كانش فيه ريحة اي زفارة تماما، انا مش شامة غير ريحة حلوة وانا بعمل الصينية دي بجد. تمام، رصيت كده الاوراق بتاعتي على الوش. تمام زي ما انتوا شايفين. بعدين بقى اي حاجة نزلت من الفراخ طبعا ما برميهاش، ده العصورة بتاعت الفراخ بكبها على وشها وبديها رشة فلفل اسود كده وملح. بعدين بحط كده قرن فلفل حامي في النص، واغطيها يا اما بفويل يا اما بغطا. انا ما كانش عندي فويل فغطيتها بغطا حله على مقاس الصينيه، واديها كده رشه زيت على الوش. وبعدين ادخلها فرن ساخن مسبقا على اعلى درجه حراره على اول رف في الفرن، واسيبها تستوي. بعد بقى ما بتستوي زي ما انتوا شايفين كده معايا. مع السلامه.